السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم نصر الجبر يحييكم من قناة FX ميديا مع دور التعلم برنامج الآفتر إفكت. وعدنا اليوم إن شاء الله الدرس الثالث. اليوم درسنا يشرح عن هو الكومبوزيشن. الكومبوزيشن وهو عبارة عن مكون نقدر نخلي بيه ملف صوت وصورة وفيديو، ونقدر نتعامل بيه من خلاله. عندنا 3 طرق رئيسية لكي نقدر نسوي كومبوزيشن جديد. الطريقة الأولى، نذهب إلى هذه القائمة، نلقي هنا كومبوزيشن، نضغط عليه، تظهر لنا أول شيء اختيار هو نيو كومبوزيشن. طلعت لنا هذه الواجهة. عندنا الطريقة الثانية هي نروح بالبروجكت هنا على كلمة اسمها create a new composition. على هاي العلامة نضغط عليها وتظهر لنا هذه القائمة عندنا هنا. هاي الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة، نقدر بهذا المكان مثل ما تشوفوا بأي مكان فارغ نقدر ندوس عليه، يعني ندوس كليك يمين نيو كومبوزيشن، تظهر لك هذه النافذة أيضا. وعندنا أخير شيء وهو اختصار، يعني بالكيبورد كنترول ان، ظهر عندنا مثل ما تشوفون هذا الواجهة. عندي أول ما نسوي هذا الكومبوزيشن اللي أمامنا، نسوي واحد جديد. أول شيء عندنا كومبوزيشن نيم، الاسم، اسم الكومبوزيشن اللي راح نسميه. مثلا راح نسميه شروحات. اوكي زين. عندنا ايضا هي البريسيت، هذه الاس دي والاتش دي. مثل اني راح مثلا هي كوما بيها، ثاني اختار عدي في بال مثلا نوع السكرين. اوكي. عندنا هنا الويت والهايت، العرض والطول. عندنا هو هذا العرض والطول 720 على 576. نقدر احنا نغيره من هنا ونغيره. هذا نقدر نغيره هيجي، ونقدر نغيره. عندنا هذا اللوك هذني، اذا فعلنا راح بس الفوق يتحرك، واذا خلينا الزر الفوق والجوه عندنا هنا. اوكي. عندنا سكوير هنا، نقدر نخلي اعتيادي على السكوير بيكسل، هذا الاختيار نخليها. وعندنا ايضا جوها الفريم ريت، هاي نقدر نغيرها احنا او بس نخليها نفس ما هو. عندنا ايضا الدقة، عندنا الهاف هي النصف، عندنا الفول هي الكامل، عندنا الثيرد 3/4، عندنا الكوارتر هي الربع. ونقدر نغيرها من هنا او من داخل البرنامج. انا نخليها على الفول. عندنا الديوركشن، الساعات، الدقائق والثواني والفريم. احنا هنا بالافتر افكت ما نشتغل على شيء اسمه ساعة، اقصى شيء نشتغل 3 دقائق، ونقدر نغيره بكيفنا احنا. زين. لان احنا دائما نشتغل على ثواني، فيديوهات صغيرة يعني المفروض، فاقصى شيء احنا عندنا 3 دقائق، فاحنا نخليه هنا على
دقيقة ونص مثل ما تشوفون صارت. المفروض عندنا هنا هسه مكان الكولر، لان انا دا استعمل النسخة الرابعة. نضغط الاوكي. الان ظهرت عندي هذه الشاشة اللي تشوفوها قدامكم. هاي نقدر بيها، هي يسموها خلفية العمل. احنا نقدر راح نشتغل عليها. مثلا احنا هسه نريد احنا نخلي بيها ملف صوت او ملف فيديو او او صورة. كل هذا الشيء اللي هسه قلته شلون راح يصير. هم عندنا 3 طرق شلون نستورد يعني الملفات الصوت والصورة والفيديو. اول طريقة نروح على كلمة فايل import فايل، نختار هذه الطريقة اللي عندنا الأولى. الطريقة الأخرى ندوس كليكين ونختار، نقدر احنا مثل ما شفتوا هذا نقدر نختار هذه الطريقة الثانية، او عندنا اختصار بالكيبورد هو كنترول اي. ظهرت عندنا. صار عندنا 3 طرق ذني رئيسية. راح نختار صورة من عندنا من ضمن الصور. مثلا نختار مثلا هاي الصورة. انزين. هنا يقول لي هنا مثل ما تشوفون يقول لنا صيغتها وحجمها. هاي احنا هاي الصورة هنا معلوماتها اسمها وهذا الحجم مالتها ونوعها جي بي جي او اي شيء، وتوجد بها هواية انواع، والصورة بها انواع هواية مثلا جي بي جي ذني زين بي اس دي مثلا شفافة صور. وهسه راح نخلي ايضا ملف صوت. ندوس هم كليكين نروح بالاغاني مالتنا. عندنا مثلا وليكن يعني مثلا خلي حاتم العراقي، هذه الصوت هم ملف صوتي. زين هذا ايش صار عندنا هنا ام بي 3 وهذا حجمه 3 ميجا بايت. هاي النوع مالتها. وهسه نقدر نخلي ملف فيديو مثلا يعني ايضا نرجع على ملف فيديو. نخلي ان يكن هذا مثلا هذا الفيديو. زين من عندي مثلا احنا هسه مثلا نريد نغير بالكومبوزيشن والاعدادات وماته والوقت. مثلا هذا الكومبوزيشن نريد نغير بيه. ندوس عليه، ندوس من القائمة composition new composition setting. هذا عندنا نقدر بيه نغير هم بالوقت وترجع اضيفه اوكي. زين او كليك يمين ندوس عليه كليك يمين composition setting. هذا اللي عندنا هسه ونختار عليه مثل ما شفتوا. زين عندنا هسه ردنا مثلا نريد نمسح، مثلا نريد احنا نمسح هذا الكومبوزيشن. نضغط عليه وندوس من الكيبورد من لوحة المفاتيح ديليت. زين او من لوحة المفاتيح ديليت. زين او بالاسفل هذه سلة المهملات ندوس على ديليت ذني. زين مثلا ردنا نرتب الملفات مالتنا مهما كان البروجكت صغير او يعني طويل او قصير. البروجكت مالتنا لازم احنا نرتب الملفات على مود يكون شغلنا كله مرتب. اول شي نسوي فولدر جديد ونكتب عليه صوت. زين وين الصوت عندنا؟ هذا نجيبه ونخليه به. صار عندنا الصوت. وفولدر لاخذ للصورة مثلا ايضا صور
نختار هذه الصورة. زين، وعندنا فولدر لاخ للفيديو ايضا، فيديو. نسحبه مجرد سحب ونخليه بالفيديو. هسه صار عندنا فيديو، عفوا الملف الفيديو شيت بالصور. زين، الآن نخلي كل شي بالمكان المخصص، الصوت بالصوت، والصور بفولدر الصور، والفيديو بفولدر الفيديو. هنا على مود نقدر نشتغل على الملفات مالتنا. زين، اكو فشي اسمه تايم لاين. زين، شلون نقدر ننزل من هذين الملفات بالتايم لاين؟ شلون نحطها؟ اولا مثلا عندنا طريقة هي يكون السحب، نسحبها ونخليها عندنا هنا. زين، هنا راح يسألنا البرنامج، يعني مثلا البرنامج مثلا هنا يقول لنا مثلا تريد تحولها، تصغرها، تشيلها، تكبرها، تسوي تحولها الى 3D، اي شيء كانت. زين، احنا راح ناخذها وحده وحده، وشلون راح نسويها. مثلا انا هسه عندي هاي الشاشة مالتنا اللي قدامكم تشوفوها، لازم نعرف كم شغلة بيها على مود نشتغل بيها براحتنا. مثلا شغلة بهاي المفاتيح اللي اسفل بالشاشة. اولا عندنا ناخذها من اليسار، من اليسار لليمين. اولا التكبير والتصغير، هاي اللي عندنا بدي تشوفون هاي التكبير، الزوم مالتها مثلا نخليها على 100 تكبر، مثل ما تشوفون على 25 نخليها مثلا. بس احنا وين نخليها؟ على الفت الستاندر مالتها الاعتيادي. ثاني شي عندي مثلا هذا الوقت، التايم، الوقت اللي احنا اللي سميناها بالعربي الخط الزمني. مثلا احنا وين نوقف بهذا الهيد، وين نوقف؟ يعطينا الوقت مال هنا يعطينا الوقت مال شريط العمل. زين، علامة الكاميرا اللي تشوفوها هاي قدامكم، هاي تلتقط صورة للفيديو، تاخذ له صورة. زين، عندنا الالوان ذني الار جي بي. عندنا اذا مثلا بدنا نشتغل بس على الريد، هذه عندنا نريد نشتغل مثلا على الجرين، بس على جرين تشتغل. واذا مثلا نريد نخليه على بلو، هم على بلو. اوكي، هذا هي الالوان مثلا. وهاي قلنا عليها هي الدقة، ريزولوشن ذني احنا قلنا من قبل. احنا اذا كان جهازك مثلا سريع خليه على الفل، ما عندنا مشكلة. اذا كان جهازك شوية مثلا بطيء مثلا تخليها على كان سرعة فنخليها على الهاف. زين، واذا نريد ولا على الربع، على 3/4 وعلى الربع. اوكي، عندنا هنا مثل ما تشوفون هذه اذا نريد نسوي شفافية وتشتغل على ملفات يعني شفافية، صور بي اس دي او فيديو، فانت راح تسويها براحتك. الكاميرا اكتف كاميرا، هاي راح نشتغل عليها بدرس كامل لها بوحدها.